على ورق سلوفان، ودي اتعملت فيلم على ورق سلوفان كلها اتعملت مشهور جدا جدا. و قصتها سهله قوي، يعني هي حتى القصه نفسها 4-5 صفحات، ومع ذلك اتعمل سيناريو هي قوي جدا عملته اظن سوريا هيكل، عملت سيناريو جيد جدا واتعمل فيلم ونجح هذا الفيلم. قصته ايه بقى؟ قصته ان على ورق سلوفان سيده متزوجه طبيب جراح اطفال متمرس في مهنته، وزهقت منه الرتابه والملل، والراجل بيروح شغله وما يرجعش لاخر اليوم ومرهق وتعبان، واصبحت حياتهم ممله، وفكرت انها تقابل حد تاني، فقابلت ولد رياضي مفتول العضلات، صدره كله شعر، مظهر ونادي لطفي ده شكله طبعا يوحي بالايه؟ بالنشاط والحيويه عكس زوجها. وقابلته اكتر من مره الى ان قررت ان هي تواجه زوجها وتقول له انا خلاص استكفيت من الحياه دي، وانا عايز اروح اعيش مع الراجل الاخر ده ايه، واكمل حياتي معاه، انا حياتي معاك مش قادر اكملها. وقررت انها تروح له في يوم هو في المستشفى بيجري عمليه جراحيه دقيقه جدا، وطبعا الحوار بيمتد ان هو بتخش لغايه لما يقولوا طب البسي بدله عمليات وتخش جوه لان هو لسه مطول، بتخش جوه تجد زوجها ده انسان تاني. زوجها ده هو الملك والمهيمن على غرفه العمليات، ايديه دي اللي بتشتغل وبتنقذ حياه الطفل اللي قدامها حاجه زي العجب والسحر، عمرها ما شافت احترام ولا تقدير زي اللي شافته من الناس اللي حوالين جوزها. واول ما خلص العمليه كانت كل الناس بتهنيه وتقول له انت انجزت انجاز غير عادي، وكانت في نوع من انواع الخجل من نفسها، وندمت تماما على انها فكرت في يوم من الايام انها تسيب هذا الراجل، ونسيت هذا الموضوع، وانتهت القصه ان هو خلص العمليه بنجاح وخدوا بعض وايه